يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه النهارده؟ ان شاء الله اول اوردر معانا من الحلو او الحلويات، وهنعمل ان شاء الله مع بعض المدلعه بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا بتتوزع في الكافيهات والمحلات الالبان، بتبقى طعمها تحفه جدا وكمان سعرها حلو جدا. هعملها معاكم بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله هتعجبكم جدا. طريقتها سهله جدا وشكلها جميل ما شاء الله زي ما انتم شايفين، كمان طعمها روعه جدا. يلا على طول نبدا في الفيديو ونشوف عملنا المدلعه الحلوه دي ازاي. بس قبل ما ببدا يا ريت بعد اذنك تعملي لايك، ولو مش مشتركه معايا في القناه تشتركي. هنعمل حاجات حلوه جدا مع بعض، وتابعيني على جروب فيسبوك باسم مطبخ فاطمه خليل، وكمان الصفحه. عندي اول حاجه الكنافه ممكن تحمصيها في الفرن، وممكن تحمصيها فوق. احنا هنعملها من فوق النهارده. زي ما انتم شايفين كده في صينيه حطيت السمنه، وبدات ان انا اقلب بالشكل ده لحد ما تديني لون حلو جدا هنشوفه مع بعض. وهعمل كمان صينيه بسبوسه عشان نعمل المدلعه بتاعتنا النهارده. هنحتاج بسبوسه وكمان كنافه. فهعمل بقى البسبوسه المكرمله، وهسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. والكنافه زي ما انتم شايفين كده قلبتها وبقت معايا اخده لون جميل جدا. عندي بقى دي البسبوسه، طلعتها من الفرن وسقيتها بالشكل اللي انتم شفتوه. طبعا البسبوسه الناجحه انتوا عارفين هي بتشرب الشربات على طول، وبتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده ما شاء الله طريه جدا وجميله. وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه لان كل حاجه معموله بالسمنه البلدي. يعني حاجتنا ما شاء الله طعم وكمان شكل باذن الله. حطيت بقى ايه عملت حطيت البسبوسه في بوله كده عشان خاطر افتفتها، عشان تبقى جاهزه معايا ان انا احطها في القوالب او في الكوبايات زي ما انتوا بقى حابين. ممكن كمان تعملوها في حاجه كده مستطيله، او صينيه مستطيله، وتبداوا تقطعوها وتبقى معاكم جميله جدا. كده خلاص البسبوسه بتاعتي تمام وظبطتها وهسيبها بقى على جنب. وهنبدا في الكنافه. الكنافه كمان زي ما انتم شايفين اهيت اخدت لون جميل جدا. هنبدا بقى نضرب الكريمه بتاعتنا. هحتاج نص كيلو من نص كوبايه من السكر اسفه، وكمان هحتاج كوبايه ونص من الكريم شانتيه، وعليهم نص كوبايه من الكريم باتيسير. وهحط عليهم كوبايتين من الميه او كوبايتين من اللبن. انا هنا مستعمله لبن جاموسي، طبعا بيدي طعم حلو جدا في الحلويات. هنبدا بقى نضربهم بالشكل ده على السرعه الاولى الاول، على السرعه الهاديه لحد ما السكر بتاعنا يذوب. لو عايز تستعملي سكر بودره طبعا على طول مفيش مشكله، لكن لو مش جاهز عندك زي كده هتشغل الاول مضرب على السرعه الاولى، وبعدين تبداي تعلي السرعه بعد دقيقه بس عشان خاطر السكر بتاعنا يدوب. وبعدين هنضرب بقى كويس جدا حوالي كده 10 دقايق لحد الكريمه بتاعتنا ما تبقى بالشكل ده. عايز اقول لكم طعمها تحفه جدا وغنيه جدا. لو عايزه تزودي الطعم كمان حلاوه تحطي فيها مكعبين من جبنه النستون، هتبقى معاكي روعه جدا. طبعا هنستعمل الطباق الشفافه دي في المدلعه عشان كده الطبقات بتاعتنا تبان وتبقى جميله. وطبعا عشان هو طالع لاوردر فاحنا هنستعمل الطباق الجاهزه دي. لكن لو انت هتعملي طبعا في البيت مش هيبقى فيها اي مشكله ان انت تستعملي اي طبق عندك او قوارب اللي انت حابه تعملي فيها. تمام. عندي بقى الكنافه زي ما انتم شايفين اللون اخدت لون حلو جدا. حطيت عليها شويه من القطر او العسل التقيل، وبدات ان انا اقلب فيها. انا هنا مش هحط كتير عشان الطعم بتاعي يبقى مظبوط، ما يبقاش سكره كتير ويبقى حاجه كده تجزع معاكي، لا. لازم نعمل توازن في السكر عشان الطعم بتاعنا ما يطلعش زي ما قلت لكم مسكر جدا، لان احنا حاطين بسبوسه وحاطين كنافه، وانتوا عارفين ان البسبوسه بتشرب شربات كتير. فنظبط كده في الكنافه ونحاول ما نحطش شربات كتير في الكنافه. ولو انتوا طبعا بتحبوا السكر ما فيش اي مشكله، يعني تعاملوا براحتكم، لكن بقول لكم كونوا حذرين في السكر او في العسل عشان خاطر ما تطلعش منكم مسكره جدا جدا. لا، تبقى السكر بتاعها متوازن ومظبوط ان شاء الله. بدأت بقى ان انا اعمل ايه. اول حاجة طبعا حطيت طبقة من الكريمة، وبعدين بدأت ان انا احط طبقة من الكنافة بتاعتنا اللي احنا محمصينها في السمنة البلدي. طعمها بجد يعني مش قادرة اوصف لكم، بجد بنات الوصفة دي حلوة جدا جدا للناس اللي بتحب بقى الحاجات الايه المتكلفة والمتظبطة زي الديسباسيتو والمدلعة والحاجات دي. انا عن نفسي مش من هواة الحاجات التقيلة دي، لان هي بتبقى تقيلة. فليها ناسها يعني وليها الناس اللي بتحبها. فزي ما انتم شايفين انا الاول حطيت طبقة من الكريمة وعليها طبقة من الكنافة المتحمصة،
وحطيت كده عسل بسيط كده خالص عشان حسيت ان انا ما حطيتش فيها كتير، فعشان يبقى الطعم بتاعها مظبوط. فانتوا طبعا براحتكم تقللوا تكتروا في العسل، ده بيبقى طبعا ذوق شخصي، وطبعا براحتكم جدا. بعد بقى ما خلصت اول طبقه دي هندي برضو طبقه من الكريمه، داير كده ما يدور حوالين الطبق زي ما انتوا شايفين كده. ونحاول كده ان احنا نستعمل الاكياس دي، هتسهل علينا احسن من المعلقه، لان طبعا عشان ندي شكل الطبقات يبقى متساوي كده وشكله زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بدأت احط طبقة البسبوسة على الكريمة، وبالمعلقة زي ما انت شايفة كده ببدأ ان انا اوزعها وبالتساوي كده عشان خاطر يبقى برضو الشكل معايا مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. وزعت بقى كل البسبوسة بتاعتي على الطبق كلها بالتساوي، وبعدين هبدأ اعملهم بالمعلقة بالمنظر اللي انتوا شفتوه معايا، عشان تبقى الطبقات بتاعتي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، كلها طبقات متساوية وجميلة وتدينا شكل حلو جدا جدا. اخر حاجة بقى هنعملها مع بعض واخر طبقة اللي هي طبقة الكريمة. ما شاء الله شكلهم جميل جدا قبل ما يتزوقوا. الشغل لازم يكون بهدوء زي ما قلتلك، ويكون مظبوط عشان الحاجات دي طالعة لازم تطلع في احسن صورة للناس. فزي ما انتم شايفين بقى الطبقة الأخيرة بعملها بالشكل ده، هندي طبقة كريمة من فوق الوش على كل الأطباق بتاعتنا بالشكل ده وبنظام زي ما قلت لكم. بعمل طبقة طبقة مع بعض بالشكل ده، وهسوي بقى الكريمة من فوق لازم تكون متساوية، عشان برضو لسه هندي لها الطبقة الأخيرة اللي هي الكراميل. وزي ما هتشوفوا إن شاء الله معايا بالمعلقة كده ببدأ إن أنا أساوي عشان تبقى الطبقة بتاعتي من فوق شكلها جميل ومنسق وكمان متساوية. هخلص كل الكمية بتاعتي بالشكل ده وبالطريقة دي، وبعدين هنبدأ بقى نجهز في الخطوة اللي بعد كده. كده تمام، خلصت الكريمة كلها في كل الطبق اللي عندي، وهبدأ بقى اجيب يا اما مربى حليب يا اما صوص كراميل. انا عندي كان مربى حليب على صوص كراميل، حطيتهم على بعض وكمان زودت عليهم شوية مية، وبدأت ان انا اقلبهم كده عشان يبقى الصوص بتاعي زي ما انتم شايفين نازل كده بكل سلاسة، ويبقى سهل معايا في الفرد. لكن لو استعملتي مربى الحليب كده هتبقى طبعا جامدة معاكي ومش هتعرفي توزعيها بكل سهولة زي ما انت شايفة. هبدأ بقى بالمعلقة كده ان انا اوزع على الطبقة الخارجية. يستحسن تحطوا المدلعة في التلاجة قبل ما تعملوا الخطوة الأخيرة دي. لكن طبعا انا كنت مستعجلة، كان اوردر طالع، والحمد لله ربنا يا رب يكرم صحابه ويفتح عليهم. كان افتتاح محل ألبان وهو موجود عندنا برضو في زمزم. ربنا كده يكرمهم ان شاء الله ويوسع رزقهم ويبعت لهم الرزق بإذن الله. هخلص كل الكمية وكمان هعملها بنفس الطريقة، وبعدين هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصت اخر طبقة اللي هي صوص الكراميل وحطيته على الوش بتاع كل الطبقات بتاعت المدلعة بتاعتي، جبت معايا صوص شوكولاته وبدات ان انا احطه في كيس واعمل خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مستخدمه هنا صوص الشوكولاته الجاهز. تقدري انت كمان لو عايز تعمليه في البيت تعمليه بكل سهوله. بتحطي شوكولاته عليها لبن وبتقلبيهم كويس جدا، وبعدين بتسيبيهم يبردوا، وبعد ما يبرد تماما هتبداي بقى تشتغلي بيه عادي جدا وتعملي خطوط بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، او تقدري تستخدميها في اي حاجه من الحلويات عادي جدا.
طبعا كل حاجة بيبقى لها بدايل، كل حاجة في الحلويات يعني ممكن تبدليها بحاجات تانية وبتبقى معاكي برضو حلوة جدا. جبت برضو كيس وحطيت فيه كريمة بيضة بالشكل ده، وبدأت ان انا اعمل برضو خطوط عشان خاطر تدينا شكل جمالي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هعمل كل الطباق بتاعتي بالشكل اللي هتشوفوه ده ما شاء الله، وهتبقى معايا الزواق بتاعنا سهل جدا وبسيط، وفي نفس الوقت مدينا شكل حلو جدا جدا ما شاء الله. طباق المدلعة دي حلوة جدا يا بنات، واتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم ان شاء الله الفيديو وباذن الله هتحبوها جدا وطعمها يعجبكم جدا. عملت بقى الشكل الجميل ده ازاي؟ جبت خلة اسنان وبدأت ان انا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اروح واجي كده عكس بعض لحد ما اداني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ابسط واسهل شكل ل ممكن تعمليه في الديسباسيتو او تعمليه في قبات المدلعة. حلوة جدا جدا، وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير وتدعمونا وتوصلوا الفيديو لاصحابكم، وتابع معايا الجروب على فيسبوك باسم مطبخ فاطمة خليل. والطلب اي اوردر طبعا تقدري تتواصلي معايا ماسنجر، بعمل كل حاجة تتمنيها من الاكل ومن حلويات، وطبعا بشهادة الناس كلها الحمد لله حاجات بتعجب كل الناس. مستنياكم في الجروب، ويا رب ان شاء الله النهارده يكون فيديو عجبكم. ولو عايزين اي استفسار تقدروا تقولوا لي في التعليقات، وانا طبعا هرد عليكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله، واستودعكم الله ومع الف الف سلامة. باي باي.